بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. توجه في البداية بالشكر للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب على تنظيم هذا اللقاء الهام. سعيد بالتواجد معكم، واعتذر عن التحاق متأخرا، لكن تابعت جزء من الأشغال عبر صفحة الفيسبوك، استمعت بعض النقاط والأفكار. فيما يتعلق بمناقشة مشروع القانون 1523 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، سأعمل على مقاربة الموضوع من 4 زوايا. أولا، واحد العرض تاريخي كيف تبلور هذا المشروع. ثانيا، ما هي الدواعي المعلنة ومناقشتها. ثم ثالثا، ملاحظات على المضمون الذي جاء به مشروع القانون 1523 وما هي الاختلالات المطروحة. ثم أخيرا، ما العمل المستقبل، شنو خصنا نديرو، كيف يمكن أن نخرج من هذه الوضعية الحالية. على المستوى التاريخي، فكرة التنظيم الذاتي فكرة قديمة، لأن المغرب اعتمد مسألة التنظيم الذاتي في المهن منذ عقود، وسأشير لنماذج منها لاحقا. فكان ذلك اختيار ثابت، ومن مبكرا لجأ إلى تنظيم العلاقة بين الحكومة والمهن أن تتم عبر الأمانة العامة للحكومة، حتى تكون هذه العلاقات تدبر في أقصى درجات الاستقلالية والحياد، وأنها فقط مسألة تنظيمية. ثم بعد ذلك كانت في بداية التسعينيات مناظرة الوطنية حول الإعلام. ثم بعد ذلك كان لقاء أو ما يمكن أن نسميه أيضا مناظرة في 2005، وكان من نتائجها مشروع قانون الصحافة والنشر، قانون واحد. وذلك المشروع تضمن فقرة تتعلق أو محور يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وانبنى في اختصاصاته على عدد من التوجهات الإيجابية، لكن لم يصل إلى درجات أن ينقل اختصاصات كانت عند وزارة الاتصال آنذاك إلى المجلس، مثلا قرار سحب البطاقة. أيضا طرح المشروع في 2007، أحيل على الأمانة العامة للحكومة، ولكن بقي دون حسم. 2010 طرح مشروع الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع هنا في البرلمان، وبلور توجهات تتعلق بالتنظيم الذاتي أكثر تقدما من النص الذي اعتمد في إطار حوار مع الهيئات في 2007. الوقت ضيق، ليست راه الإعداد ديال المشروع الوطني المجلس الوطني للصحافة كاين الأعمال التحضيرية طبعت وهي متاحة للعموم، راه كاينة في الوزارة، وطبعت أيضا المذكرات. لكن الحدث الفاصل كان هو اللجنة مراجعة الدستور، والتي استقبلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية واستقبلت الفيدرالية المغربية لنشر الصحف. وكنت أنا شخصيا ضمن الوفد، كنت في اللجنة التي اشتغلت برئاسة الأستاذ خليل الهاشمي رحمة الله عليه على إعداد المشروع في إطار لافماج. وكنا في اللجنة التي ذهبت، كنا 4: الأستاذة فاطمة الزهراء، باهية العمراني، والأستاذ السي مفتاح، والسي خليل الهاشمي، والسي البريني، وأذكر أيضا حتى السي عبد المنعم الديلامي وعبد ربي. كنا مجموعة مشينا ورافعنا على ضرورة التنظيم الذاتي، وكنا آنذاك نطرح أن يكون التنظيم الذاتي بقانون. لكن اللجنة المكلفة بإعداد الدستور كان لها رأي أن تذهب أبعد، في مختلف الهيئات تقول يحدث بالقانون، إلا هذه الآية التي قيل فيها تشجع الدولة على التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وديمقراطية، المادة 28.
ولتحت مباشرة قال ينظم القانون وسائل الإعلام العمومية، على أساس أنه هذا مطروح عالميا. كيقول لك واش سيلف ريجوليشن بمعنى الهيئة المهنية هي تنظم ذاتها، أو هذا التقنين كوريجوليشن. وكاين ولكن التوجه اللي كانت فيه اللجنة وهو أن الدولة في نهاية المطاف تشجع. والنقاش الذي جاء فيما بعد مع اللجنة العلمية التي رأسها السي العربي المساري، وكان من أعضاء كانت اللجنة، كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لنشر الصحف، عدد من الليئات، كان نقاش مهم. وطرحنا فكرة أن يكون المجلس بقانون، على اعتبار أن كانت هنالك تجربة في التسعينيات لإحداث لجنة بالتنظيم الذاتي ومن نجحت. ولماذا القانون؟ حتى تكون له سلطة. وانطلقنا في ذلك من دراسات مقارنة أثبتت أن غالبية هذه الهيئات تم تحدث بقانون. وكنا انذاك نقول عندنا واحد النموذج اللي هو النموذج اللي كان تار انذاك في النقاش، من لانه كان ترافق معنا، كانت الازمه ديال الصحافه البريطانيه، وتقرر او كان من التوصيات ديال اللجنه التي احدثت ان يصدر ميثاق او قانون بمثابه ميثاق ملكي حتى يعطي للاعلام يعني شرعيه اكبر في مساءله باقي السلطات. ولهذا توجهنا كبلد، وكان نقاش أن نعتمد التنظيم الذاتي بقانون. أما الأصل يعني والتنازل اللي كان، وهو أننا غادي نشوفوا شنو كتقول مبادئ باريس، بحيث حتى كان نقاش على مندوب الحكومة واش يكون حاضر ولا لا. ومن الناحية القانونية مندوب الحكومة فاش شاف بأن المجلس غالبية الأعضاء ما بقاش أو سالت المدة، هو اللي كيخبر الحكومة. هذه هي الآلية، الرئيس، ولكن كاين مندوب الحكومه، من هنا كتسار المسؤوليه ديالو. فقلنا من بين الامور اللي كنا كنديروا تنقولوا لا، مندوب الحكومه خصو يكون حاضر تنفيذ الاحكام في واحد العدد من الامور والقرارات اللي كتخرج على المجلس. ثم بعد ذلك جاء المجلس ومر النقاش حوله بثلاث مراحل. كانت المرحله الاولى توصيات اللجنه العلميه، ولكن جاءت المرحله الثانيه عندما احلت المشروع في غشت 2013. راه ما تحل مجلس الحكومه حتى 2015. قضينا سنتين ديال النقاش كنناقشوا مع النقابه الوطنيه للصحافه، وهذه مناسبه باش نشكر الجهد اللي دار والدور اللي لعبته. كانت الفيدراليه المغربيه لنشر الصحف كان ايضا عندها واحد الدور مهم، والفيدراليه المغربيه للاعلام، لانه الى اخر لحظه بقى عندنا نقاش في المجال ديال التدخل، واش حتى الاذاعات الخاصه ولا لا. كان واحد الدور مهم مع الجمعيه ديال الاذاعه، وايضا كان عندنا نقاش كبير مع الهيئات الوسائل الاعلام العموميه ومع وكاله المغرب العربي، يعني لانه كان نقاش افقي. وفعلا وصلنا انه في 2015 تعتمد القانون. راه كتشوفوا هو 90/13، والقانون مصدر حتى عمليا حتى 2016. والبرلمان ما تمكن انه، لانه في 2013 حلتوا على الامانه العامه للحكومه، وفي العمليه ديال الاعداد ديالو طلبنا الراي ديال وزاره الداخليه ووزاره العدل ووزاره الخارجيه ووزاره الاقتصاد والماليه زائد الامانه العامه للحكومه. علاش نقول وزاره الداخليه؟ لان واحد الاختصاص اللي كان عند السلطه اللي هو في المجلس ديال سحب ومنح البطاقه، هذا كان اختصاص. بحيث انا كنتذكر واحد المره في ليكونوميست داروا افتتاحيه كيقولوا هذا القانون اللي دابا جاي اللي جا به الخلفيه راه حلم، واش كاين شي واحد كيتخلى على شي حاجه مقابل لا شيء. وفعلا نجزنا هذاك الاصلاح، لانه كان من ناحيه الديمقراطيه ومؤشرات الصحافه غير معقول. كان بقرار اداري ديال وزير الاتصال انه يسحب بطاقه الصحافه ويقول على هذا السيد ما بقاش صحفي. فاتجهنا وتعمق النقاش، وزاره الداخليه على الميدان، وزاره العدل لان كاين هذا الانتحال الصحفي، هالمشاكل المرتبطه، وزاره الاقتصاد الماليه لان المجلس كيصدر اراء تتعلق بالدعم وسحبه وكذا، وزاره الخارجيه لان كاين التزامات دوليه، ووزاره الامانه العامه للحكومه باش كتشوف التوازي ديالو مع باقي المهن. وفعلا حنا انذاك القانون 2016 خرج من البرلمان،
2015 تصادق عليه في الحكومة، ولكن كانوا قبل منا 4 ديال النصوص. داز في 2013 القانون ديال هيئة الأطباء، وخرج في الجريدة الرسمية في 11 أبريل 2013، واعتمد الانتخاب. ولا رجعتوا لهذاك النص يمكن نقول لكم في شي نقاط متقدم على المجلس الوطني الصحفي، لأن الولوج للمهنة والتصريح. دابا شوفوا القانون ديال مزاولة الطب والإحالة ديالو على الهيئة. كان قبل منه في 2007 صدر القانون الخاص بهيئة أطباء الأسنان الوطنية، اعتمد توجه الانتخاب واعتمد تقوية الصلاحيات، وكان بالنسبة لي أنا حافز. كنقول هي مهن نظمت راسها، وهي اللي كتقنن الولوج، وهي اللي كتقنن هذا حتى المعاقبة وكذا. وإن كان في المزاولة كاينه واحد التدقيقات، لأن كاين دور الأمانة العامة للحكومة ما خصناش ننساوه بالنسبة لهذه المهن، حتى الهيئة المهندسين المعماريين جل المهن. ولكن قبل ذلك كان واحد القانون اللي صدر بظهير، اللي هو القانون ديال إحداث هيئة الصيادلة. ما كانش ديك الساعة البرلمان. الظهير 1/75/453 اللي بمثابة قانون لإحداث هيئة الصيادلة 17 دجنبر 1976 قبل الانتخابات ديال 77. المهم راه داروا لجنه خاصه، لجنه مؤقته. لا، ولكن المهنيين هذوك داروا موقف. هذوك المهنيين كانوا حاسمين في هذه القضيه. وصدر انذاك في الجريده الرسميه 3351 19 يناير 1977. شخصيا دافعت على الفكره، وكان مجهود، واتفقنا في نهايه المطاف واتجهنا واعتمدنا الهيئه. طيب اليوم القانون صدر في 2016، ما استطعنا ننجحوا في الارساء ديالو حتى 2017 2018. 18 خرج للوجود. ونقول لكم واحد المساله، التوافق المهنيين على القانون كان احد الاسباب باش استطعنا نعتمدوا قانون الصحافه والنشر اللي فيه حذف والغاء حوالي 26 عقوبه سالبه للحريه وعدم نقلها الى القانون الجنائي. 26. بقى الاشكال في 1/4 اللي فيهم حتى نقاش دولي، التمييز العنصري اللي انتقل، المشاركه في الجريمه، مع انه حتى هذاك التي نقلت للقانون الجنائي تمت المراجعه ديال الصيغه. مثلا التحريض ضد الوحده الترابيه، بمعنى كاين واحد الفعل اللي هو جرمي فيه لإساءة الوحدة الترابية، وأنا ذاك اتفق ذلك مع مراجعات في قوانين في عدد من الدول اللي هذاك الفعل اللي ماشي مرتبط بحريته اللي هو فعل مادي. طيب اليوم كنقولوا المراجعة. أنا مع الرأي اللي قالوا سي محتات، ماشي فقط واجب التحفظ، بل باش نركزوا فين عندنا المشكل. ما تقييم المجلس والتطور المجلس والإكراهات اللي واجهها المجلس والتأخر في واحد العدد من الأمور من أجل انطلاق عمل المجلس، هذه يعني ماشي هذا هو النقاش. ولكن النقاش على المشروع 15/1/23. ما هي الدواعي التي ترددت في النقاش العمومي؟ ما يتردد، أنا لا أقول هنا الدواعي الرسمية اللي أعلن عليها الوزير فاش قدم المشروع، لا، الدواعي الآن التي تثار 3 دواعي. الداعي الأول أن هنالك حاجة لمراجعة شاملة لهذه القوانين، وأن هذه اللجنة تشتغل في هذا المجال. هذا الشيء كنسمعوه، وأن خصنا الوقت باش تراجع كافة القوانين. أنا شخصيا ليس لدي أي اعتراض على المراجعة ديال القوانين، هذا حق مشروع. اصلا حنا فاش طبقنا خرج القانون دازت واحد السنه بانت واحد الماده فيها اشكال خصها تراجع، فليس هنالك اي اشكال. ولكن لا يمكن ان نعطي للجنه مؤقته اختصاص التشريع، هذا اختصاص ديال البرلمان. دايرين الديباجه الاولى اختصاص التطوير ديال قطاع الصحافه، يعني ما درناهاش حتى المجلس الوطني للصحافه، وما دارت حتى شي مجلس من المؤسسات الدستوريه. هذا الداعي هدف نبيل مشروع ومطلوب، وانا متفق معاه في ظل بعدا هي الثوره الرقميه اللي كاينه والتحديات اللي كنواجهوها.
نقرا عليكم الماده كاين الماده الاولى اللي فيها الهدف اللجنه العمل على توفير الشروط الملائمه لتطوير قطاع الصحافه والنشر وتنميه قدراته. والهدف الثاني في الماده 4 دراسة الوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية. فاش كتناقش مع الأعضاء تقول لهم شنو المقصود هنا، كيقول لك القوانين ومراجعة القوانين. أنا بالنسبة إلي الورش ديال مراجعة القانون يمكن أن يكون خصو ما يتوقفش من الآن، ما مرتبطش كاع بهذه اللجنة، وراه البرلمان دار ليه لقاء ديالو وفتح النقاش حول ذلك. إذن هذه المسألة الأولى. ثانيا في التشريعات والمراجعة ديال التشريعات دائما كنعتمدوا المقاربة التشاركية اللي كنديروا لجان ذات طابع استشاري كتكون مفتوحة على جميع الوكوينات، لأن هذا هو المبدأ ديال المقاربة التشاركية. الديمقراطية التشاركية كتقول لك فاش دير شي لجنة مؤقتة بغيتيها توجد لك أسس تنظيمية باش تراجع وتطور وكذا، وجوبا ديرها لجنة مفتوحة على كافة المكونات. وهذه المشكلة الثانية. طيب الداعي الثاني اللي كنسمعوه اللي هو الإشكالية ديال الدعم، بأنه عندنا الناس اللي كيدافعوا على هذا الشيء كيدافعوا على واحد المنظومة ديال الدعم، والناس اللي تيدافعوا على الصيغة كيدافعوا على منظومة ديال الدعم. هذا إشكال باش نكونوا صريحين مغلوط وغير صحيح. علاش نقول مغلوط؟ بالنسبة للدعم كنظام كان في عقد البرنامج ديال 2005 فاش تحملت أنا المسؤولية كان دار ليه تقييم. فاش دار ليه تقييم شنو لقينا؟ كاينه فيه عدد من الاختلالات، مثلا ما فيهش الدعم ديال الموارد البشرية، مثلا ما كاينش النشر ديال النتائج. أنا اتخذت قرار ديال نشر الإعلان على النتائج، والملاحظه اللي كيلاحظوا عدد من الاخوان من تسجيل وجود تفاوت وواحد العدد حتى انا كنت معهم فيها. ولكن فاش جا المجلس الوطني المجلس الاعلى للحسابات عطى ملاحظات ما لقاش اختلالات. انا خص يكون القرار ديال الاعلان على التقرير التفصيلي، ماشي هذا التقرير اللي دابا متاح في المجلس في الموقع المجلس الاعلى للحسابات. كانت تفاوتات علاش؟ لأن المعايير كان فيها مشكل. طيب فاش بغيت أنا نصلح المعايير، هادشي علاش قلت هادشي مغلوط، مشيت وجدت واحد المشروع نص تنظيمي مرسوم، وقع معايا وزير الاقتصاد المالية ووزير الصناعة بالإضافة لوزارة الاتصال آنذاك، وقع ومشينا للأمانة العامة للحكومة باش يتبرمج باش نصلحوا النظام ديال الدعم. شنو قالوا لنا؟ لا يمكن اعتماد هذا المرسوم لسبب بسيط، وهو أن الدستور 2011 اعتبر التشريع في مجال الصحافة اختصاص حصري للبرلمان. واش عندكم شي أساس قانوني باش يصدر هذا المرسوم؟ أنا ذاك فعلا مشيت لقانون الصحافة والنشر وزدنا فقرة خاصة بالدعم التي تحيل على النص التنظيمي، ولأول مرة حددنا المبادئ اللي خصو يكون الشفافية والحياد واحترام الاستقلالية وتكافؤ الفرص، وحددنا الأهداف اللي هو دعم تنمية القراءة ودعم الموارد البشرية، كان هدف صريح، وتعزيز التعددية. وقلنا هذا الدعم خصو يكون بنص تنظيمي. ثم في فبراير، مازال كنتذكر فبراير 2019 كيصدر المرسوم ديال الدعم بناء على هذا النص القانوني المادة 7 ومرسوم، ومن بعد دفتر التحملات. اليوم عندنا نظام ديال الدعم ما عنده علاقة بهذا المرسوم وما عنده علاقة بالمادة 7. النقاش والنتائج، الإعلان عن النتائج ديال الدعم توقفات في 2016. أما أنا الرأي ديالي كان الإصلاح العميق لنظام الدعم، وبدينا في القانون، وقبل ما نغادر خليت مشروع المرسوم موقع عليه، وفعلا قضينا واحد مدة بعد التشاور وتمت المصادقات. اليوم شنو المطلوب لإصلاح نظام الدعم؟ ماشي هو إحداث لجنة مؤقتة.
المطلوب هو إصلاح ذلك المرسوم. كل الأهداف والاقتراحات اللي كتطرح حول أننا ندعموا الموارد البشرية بشكل أكبر من دعم كذا، راه كاين اختلالات هنا، كاين إشكال هنا، كل تلك الإشكاليات مشروع طرحوها. وعلاش قلت مغلوط؟ نصلحوا المرسوم جذريا ويتعالج المشكل وما نربطوش باللجنة المؤقتة بهذا النقاش اللي كيتثار للأسف الشديد. أما الداعي الثالث اللي كيقول لك عدم قدرة، كيتثار تيقول لك ما تنظمش الانتخابات، عطينا للمهنيين 6 أشهر ما نظموش الانتخابات. المفروض كان أن مندوب الحكومة يمارس الاختصاصات ديالو، واحد واخا عنده حضور استشاري، جوج كاين عندنا المادة 9 اللي هي واضحة وصريحة. المادة 9 واضحة وصريحة. شنو كتقول لك؟ لا وقع عجز في الاشتغال ديال المجلس، شنو كنديروا؟ كنرجعوا للجنة المادة 58 التي هي 54 اللي كيرأسها قاضي. وهذيك اللجنة شنو كدير لجنة مؤقتة. هذيك اللجنة المؤقتة تعمل على تنظيم الانتخابات. فحاليا الوضعية الحالية شنو هي؟ راه القانون مازال ما تصادقش عليه. شنو هي الوضعية الحالية؟ هي الوضعية المادة 9. عدد من الأعضاء كيقولوا حنا ما بقيناش في المجلس. المادة 9 الآن هي ينطبق، لأنه هي إلى غاية القرار التمديد كنا كنقولوا المادة 9 غير مطبقة، ولكن اليوم المادة 9 حنا في الوضعية ديالها. وعمليا شنو خص يدار؟ إحداث لجنة مؤقتة دون الحاجة للمرور بقانون. وهذيك اللجنة المؤقتة عندها اختصاص وحيد، وهو المسألة ديال الانتخابات، لا أقل ولا أكثر. ولهذا الدواعي التي اقترحت مع المضمون الذي جاء في اعتقادي بالنسبة إلي نكسة وخطوة تراجعية، وتشي صرحت به مرارا. وبالنسبة إلي يعني كنا في غنى عن هذه المسألة. محتاجين لجنة مؤقتة يتم عبر مندوب الحكومة، يمكن نديروا توسع في القراءة المادة في المرسوم المنظم لعمل الأمانة العامة للحكومة لأن عندها علاقة بالميان، ونحلوا الإشكال مادام بدون أن نحرج أنفسنا، ونديروا هذيك اللجنة وناخذوا الوقت الكافي باش ننظموا الانتخابات. احتاجوا ل9 شهور مرحبا، احتاجوا لسنة، لأن هاد اللجنة عندها أجل ديال 9 أشهر باش تقترح السبل ديال إصلاح الأسس التنظيمية بمعنى نظام الدعم أو القوانين أو في حين أنه راه هذيك مسطرة يمكن ديروها من الآن مادام الاختلالات معروفة. وعندنا الأجل ديال 2 في حين أن النظام الحالي ديال المجلس، القانون الحالي ديال المجلس 90/13 قدم لنا حل مما يجعل المشروع هذا القانون غير مبرر. لا يمكن هذا كيف بحال عندك واحد تشريع وكتجيب واحد تشريع ثاني في حين ما كاينش فراغ تشريعي. ليس هنالك فراغ تشريعي، كاين حل اللي من الغد ممكن مندوب الحكومة الذي كان يدير الرسالة ويرسلها ويخبر وتجمع اللجنة، الوزير إما يراسل الأمانة العامة للحكومة أو وزير التواصل، ويجمع اللجنة التي يرأسها القاضي بنفس تركيبتها، وهذه اللجنة فيها كافة التوجهات. ومن الغد يعينوا لجنة مؤقتة لأنه كاين هيئات مهنية أخرى ظهرات، يعينوا لجنة مؤقتة داخلها اللجنة مؤقتة منها ويعملوا على تنظيم الانتخابات. لأنه بالنسبة إلينا الرجوع إلى نظام التعيين هذا تراجع بين ولا ينسجم مع التشريعات اللي تحدثت عليها قبل قليل. ولكن في نفس الوقت ما دام انه حتى هذا الفراغ التشريعي اللي كيبرر، لانه لا مشينا القانون ديال التربيه البدنيه اللي فيه اللجان المؤقته في واحد العدد ديال الهيئات، لان هذيك هي هذه اللجان المؤقته الجامعات الرياضيه كاينه في ذلك النص. ولكن وقتاش تكون؟ فاش تيكون الفراغ؟ احنا ما عندناش وضعيه فراغ قانوني باش نقولوا خصنا نديروا اجراء استثنائي.
نحن في غنى عنه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.